هما الايطاليين فعلا شبهنا. جمله كتير جدا بنسمعها، ويعني ناس كتير حتى لو ما راحتش ايطاليا بيبقى عندها زي بيتقال ستيريوتايب، يعني تعريف او عندها فكره مبدئيه ان الايطاليين شبه المصريين جدا، بيحبوا يضحكوا، بيحبوا يهزروا، عشريين، بيتكلموا كتير. هي دي حقيقه، بس يعني بعد زيارة إيطاليا أنا شايفة إن اللي شبهنا في إيطاليا مش الإيطاليين اللي في الشمال. دول مش شبه حد. دول مش شبههم هم أصلا، يعني لدرجة إن هم عملوا فيلم اسمه بنفينوتو الزود، اتصور في جنوب إيطاليا في مدينة اسمها كاستيلا بات، في ساحل تشيلانتو. أنا رحت المدينة دي على فكرة، إن شاء الله هعمل عنها فيديو تاني. مدينة جميلة جدا، زي مدينة صغيرة أثرية كده على الجبل على ارتفاع 250 متر. فكان الفيلم كان قصته ان واحد بيجي من الشمال من ميلانو، بيروح يعيش في المدينة دي في الجنوب، وبيشوف بقى عادات الجنوب، الناس تلقائية، الناس مش متحفظة، الناس بتتكلم بشكل عشوائي ساعات. عشريين اكتر، بيحبوا ان هم يعني يشاركوك كل حاجة. فالفيلم ده اللي ما شافوش هكتب اسمه في اول كومنت، للي حابب يتفرج عليه. هو فيلم ايطالي مشهور جدا 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 في ايطاليا، والفيلم ده اصلا هو متاخد عن قصة فيلم فرنساوي. فلو حد بيشوفني من الناس اللي في فرنسا، تشاو. ويكتبوا لي في الكومنت لو كانوا شافوا الفيلم ده، لان الفيلم نفس القصة، زي ما في اختلاف ما بين الشمال والجنوب في ايطاليا. الفيلم بيحكي برضو عن قصة حد اتنقل من شمال فرنسا لجنوب فرنسا، وبيشوف الاختلاف في الكالتشر وفي العادات وفي كل الكلام ده. ف اللي شبهنا في ايطاليا، لو حد قال لك في حد شبهنا في ايطاليا، اللي شبهنا هم اللي في الجنوب، نابولي، كالابريا، سيتشيليا. دول بجد هتقعد هناك مش هتحس ان انت اصلا في ايطاليا، هتحس ان انت كانك قاعد في بيتك في مصر. في الشمال، الناس اللي من الشمال تكتب لي لو هم فعلا حاسين الاختلاف ده، ولا بالنسبه لهم عادي، حاسين ان الدنيا بيس والناس زيها زي الناس اللي في مصر. فاحب اعرف. وبس كده، تشاو.